بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لا يخفى عليكم لا يخفى على أحد منكم أن تركيا اليوم أصبحت محطة اهتمام الكثير من العرب في مختلف المجالات الخاصة الاستثمارية والسياحية والتعليمية والصحية. وبذلك في خلال السنوات الأخيرة الماضية تواجد في تركيا عدد كبير من الأخوة العرب بمختلف جنسياتهم وتوجهاتهم. يسرنا أن نعلن لكم إنشاء اتحاد الجاليات العربية في اسطنبول، هذا بعد الحصول على ترخيص قانوني لها للقيام بنشاطاتها في مجالات مختلفة أهمها العمل الخدمي الاجتماعي الثقافي. لاتحادنا هذا الذي تحدد رسالتها الأساسية بالعمل على تقديم مختلف الخدمات لأبناء العرب المقيمين في تركيا وتعريف المجتمع التركي بثقافة العربية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية التركية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني. لقد عملنا سنوات على تجميع الجمعيات والمنظمات والشخصيات العربية من أجل توحيد جهودها وأن يكون لها تمثيل ورئيس وصوت واحد لدى القيادات والمؤسسات التركية، وذلك المساعدة لحل مشاكل العرب المقيمين في تركيا، مما يسهل على الحكومة التركية وعلى أبناء العرب القيام بنشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل أفضل يساهم بدفع عجلة التنمية والتطور في تركيا وينعكس على الخير وينعكس بكل خير إن شاء الله على الجميع. وبدعم العلاقات العربية التركية بحيث نكون شركاء في الحاضر والمستقبل لخدمة أبناء شعبنا. إننا إذ نعلن على إنشاء اتحادنا هذا الذي قام بنشاطات اجتماعية عدة، منها فطور جماعي في اسطنبول خلال العامين الماضيين ضم ألوف العرب، ولقد حضر ممثلي عن الحكومة التركية، كما أقمنا عدة نشاطات فنية وثقافية متنوعة وعقد ندوات ولقاءات مع بعض القادة في الدولة التركية مثل مستشار الرئيس ورئيس البرلمان السابق، وأيضا تم لقاء معهم من ممثلي الجاليات العربية مع والي اسطنبول لدعم الجهود وتوحيد عمل الجاليات العربية. قمنا بنشاطات لدعم الليرة التركية وشاركنا في عديد من فعاليات وأنشطة الجاليات العربية المختلفة وتقديم الدعم اللوجستي. النقطة الأولى أننا في اتحاد الجاليات العربية نحن منظمة خدمية ولسنا منظمة سياسية ولا دينية، وبالتالي نحن سنقوم على خدمة كل العرب الموجودين في تركيا. بخدمة العرب سنقوم بخدمة الشعب التركي أيضا. عندما يكون العرب في تركيا بخير يكون الأخوة الأتراك بخير، أي تكون تركيا قوية. وبهذا في هذه النقطة بالتحديد نحن العرب الموجودون في تركيا نمثل صفوة ونخبة من الشعوب العربية جميعها، فلدينا مئات بل ألوف الأطباء والمهندسين والتقنيين ورجال الأعمال والمثقفين الذين قادرون على إنعاش الاقتصاد التركي وعلى أيضا تطوير الحياة في تركيا وعلى تعميق العلاقات العربية التركية. ما هو دورها؟ نعم. تمام. طبعا الأستاذ كمان تفضل جزء جيد من اللي كان بدي أحكيه. الاستفسار الثالث اللي هو متى سيتم الانطلاق رسميا في الموقع الإلكتروني للاتحاد بحيث يمكن البدء بتقديم الخدمات؟ نعم. ومتى سيتم إشهار أو نشر الخطط الاستراتيجية للاتحاد؟ الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. الثانية والثالثة سيجيب عنها الأخوة. بالنقطة الأولى، كيف يمكن أن نوصل ما نقوم به نحن كرجال أعمال كنخب كقوة مؤثرة في بلادنا وفي Türkiye Benim adım Mustafa Taruni Libyalim. Türkiye'deki Arap topluluğu başkanıyım. Hedefimiz bütün Türkiye'deki yaşayan Arap topluluğunu yardımcı olmaktır. Biliyorsunuz bunlara ben şahsen değişik nedenden dolayı Türkiye'ye geldik. Biz bu vesileyle geldik. Burada yaşıyoruz. Dolayısıyla burada da tabii burada daha iyi verimli olabilmek için hem Türkçe bilmemiz lazım hem Türk kültürü uzlaşmamız lazım. Biliyorsunuz bütün yabancılar özellikle Arap ülkelerdeki gelen Arap kardeşlerimiz bir sıkıntısı var, o dil sıkıntısı. Bizim bir de tabii kanun bilmiyorlar. Bizim amacımız bu tür sıkıntılara
anlaşmazlıklarına yardımcı olmak ve beni istişare ederek, konuşarak, tercüme ederek, yol göstererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün Arap toplumu Türkiye'de. أهلا وسهلا. أنا بتكلم شوية صحافة تركية لغة تركية بعد إذنكم. Merhaba, hoş geldiniz sayın değerli basın mensupları. Bugün burada Arap topluluğunun birliğini kurulmasının günüyle ilgili yapmış olduğumuz basın toplantısını düzenliyoruz. Malumunuz Türkiye'de şu an 5 milyona yakın Arap kardeşlerimiz şu an Türkiye'de ikamet ediyorlar. Ve bu Türk kardeşlerimiz ile, Türk vatandaşları ile Arap kardeşlerimiz arasında büyük bir köprü vazifesini kuracak Arap topluluğu birliğini kurulması aslında gecikmiş bir birliktir. Biz en kısa zamanda bunun kısa zaman zarfı içerisinde bu arayı kapatacağız ve Arap kardeşlerimizle birlikte çalışarak Türkiye-Arap iş ilişkilerini geliştirmeye çalışacağız. Bunun için hep birlikte çalışarak güzel bir çalışma yapacağız ve biz yaklaşık 3 yıldan beri bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Arap Derneği olarak Arap kardeşlerimizle birlikte çeşitli etkinlikler yaptık. Türkiye'de yaşayan Arap kardeşlerimizin sorunlarını Türk makamlarına aktararak, onlarla işbirliği yaparak, resmi temaslarda, ziyaretlerde bulunarak sorunlarımızı anlatıyorduk. Fakat burada bir resmi bir kuruluşun, birliğin oluşması gerekiyordu. Resmi bir derneği kurduk. Şu an Arap Topluluğu Birliği olarak faaliyetimize bugün başlamış durumdayız. Aslında yaklaşık 40 gün önce eski parlamento meclis başkanımız Binali Yıldırım'la da bir toplantı yapmıştık. Aslında biz orada bu basın toplantısı düzenlemek istiyorduk fakat bugüne denk geldi. Çünkü seçimler var şu an malumunuz. Kısacası bu birlik Türkiye ile Arap kardeşlerimiz arasında bir köprü olacak. Ehlen ve sehlen cemiyan. Kema tarifun ehne cemi Arabiye منذ 3 سنين شغال نشاط الفعاليات العربية والتركية وقبل شوية شفنا في كليب بروما 5 دقائق تقريبا يشوف اسطنبول ويمشي فانا اظن اننا النهارده إننا نعمل على إنشاء اتحادنا هذا الذي قام بنشاطات اجتماعية عدة منها فطور جماعي السياحة فقط أو للاستجمام أو إلى أخذ أموالهم، بل على العكس نحن نقوم الأمين العام والسيد الرئيس رئيس اتحاد الجاليات العربية سنقوم بالتواصل مع القيادة التركية